فعلى سبيل المثال ما حدث في عام 1975 عندما دعا الراحل الحسن الثاني إلى تنظيم المسيرة الخضراء لتحرير أقاليمه الصحراوية من الاحتلال الإسباني، حيث توجه قرابة 350 ألف مغربي نحو الصحراء المغربية لطرد المستعمر الإسباني بطريقة سلمية واسترجاع أراضيه الجنوبية واستكمال وحدته الترابية. إلا أنهم تفاجؤوا بخروج الجزائر بتصريحات تتهمهم فيها باحتلال الصحراء الجنوبية وإعلانها الدعم الكامل لجبهة البوليزاريو الصحراوية، الأمر الذي زاد من حدة الخصومة بين الجارتين وزاد من حدة القطيعة بينهما. كنتيجة لذلك، وبعد شهر من أحداث المسيرة الخضراء، نفذت الجزائر طردا قسريا شمل 45 ألف أسرة مغربية أو من أصول مغربية كانوا يقيمون في الجزائر، فبلغ عدد المطرودين نحو 350